الناس اللي عايزه تعرف كل حاجه عن المعجنات وباختصار كده، الناس اللي عايزه تعرف كل سنه وانتم طيبين علشان المدارس. بصوا حاجه كده من الاخر، بسم الله ما شاء الله، احلى من الفطير ده توفير التوفير. تعالوا نشوف ده ايه وعملناه ازاي. قبل ما نبدا معاكم، يا ترى ده ايه؟ ده مفاجاه ده ولا ايه يا شيماء؟ عايزه اقول لكم طريقه اقتصاديه جدا هتدعوا لي عليها. بس قبل ما نبدأ معاكم نسمي الله ونصلي على الرسول، وبالله عليكم بستحلفكم بالله تحطوا اللايك وتدعموا الفيديو. معانا ايه؟ اقتصادية جدا، لا زبدة ولا لبن ولا بيض ولا الكلام ده. وعايزة اقول لكم حلوة قوي للمدارس يا ولاد. يا ترى ايه هي اللي تحت الطبق ده يا ولاد؟ اكتبوا في التعليقات تحت ومحدش يسبق الفيديو. وقبل ما تسبقوا الفيديو، يا ترى هي اتعجنت ولا لسه ما اتعجنتش؟ يلا نخمن مع بعض. يا ترى ايه هي؟ يلا نقلب مع بعض. يلا 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 يلا. ها شفتوا العجينه؟ بسم الله ما شاء الله. دقيق وميه وملح وسكر وسهله جدا، ويعجنها بشويه ميه. تعالوا اقول لكم بقى ايه. يلا خش على الفيديو على طول. بستحلفكم بالله تحطوا لايكات وتدعموا الفيديو. اول حاجه معانا الدقيق، نص كيلو من الدقيق، وهنعملها بايه؟ بميه بس. تعالوا هنحط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا ميه، نحط فيها شويه ميه كده اهو، حبه صغيرين خالص يا ولاد كده. معلقتين كبار من السكر، ورشه الملح، وعندي 5 جرام من الخميره علشان معانا نص كيلو ايه من الدقيق. وهندوبهم كده مع بعض. دوبنا الملح مع السكر مع الخميره، دوبناهم كويس. اللي بعد كده بصوا بقى وركزوا معايا، معلقتين 2 كبار من الزيت. طيب انا عايزه اخلي القيمه الغذائيه عاليه يا شيماء، وعايزه اعمله بلبن، ممكن تعملي بلبن. وعايزه تحط كمان بيضه، برضو ده براحتك. عايزه تعملي بلبن بودره، برضو ده براحتك. عايزه تعملي بزبده، برضو ده براحتك. بس انا كان عندي قطعه زبده كده وقلت بصراحه ايه احطها. لو انتوا حابين تعملوها اقتصاديه خالص زي ما قلت لكم كده، دقيق وميه وملح وسكر ومعلقتين 2 بس من الزيت، وهتاخدوا نتيجه بصراحه تحفه. احط بقى الزيت اهو، بصوا معلقتين كبار من الزيت. الناس اللي ما عندهاش زبده تقدر تعملها بزيت. احطه بقى. انا عندي بقى حته الزبده ديت لازم ايه احطها كده اهو، كل ده مع بعضه. وتعالوا بقى العجينه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا بقى شويه الدقيق كده ايه، اقلب 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 كده اهو. بصوا الطريقه سهله خالص ازاي اهو. هنا في المرحله دي بقى ايه، انا هستخدم ايدي. حته الزبده اللي انا سايباها التانيه دي يا ولاد احطها ايه في الاخر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط شويه ميه كمان. الريحه والله قبل ما اشتغل فيها والله ريحتها طلعت ونفس الريحه اللي احنا بنشتريها من بره بجد والله. خلاص كده انا هلمها بقى كويس، وخلاص كده احنا مش محتاجين ميه تاني اهو. بصوا بقى اعجنها كويس جدا علشان ما يكونش فيها اي تكتلات من جوه، وتطلع اللقمه ناعمه والمسامات بتاعتها ضيقه. بصوا خلاص بقى اتعجنت، بقت معايا ناعمه ازاي زي ما انتم شايفين كده. العجينه نعمت معايا خالص. بصوا 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 كده، بصوا بسم الله ما شاء الله. العجينه نعمت معايا وزي الفل. بصوا 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 المسامات بتاعتها ناعمه ازاي يا ولاد. ده العجينه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا هاتي شويه دقيق وميه وملح وسكر ومعلقه خميره واعملي القمر ده. بصوا المدارس بكره يا ولاد، كل سنه وانتم طيبين. يلا عشان المدارس قومي اعمليها، حتى لو انت في الحال في ايام المدارس قومي اعمليها للولاد، بلاش تشتريها. عايزه تحطي القيمه الغذائيه بتاعتها، بصوا بصوا بصوا
احطها كده اهو بقى ايه، واغطاها معايا واسيبها لحد ما تخمر. دقيق وميه وملح وسكر، وسهله جدا. ده التوست اللي بيتخانقوا عليه بره اهو، غالي في نص كيلو دقيق ومعلقه سكر ومعلقه زيت وشويه ملح، ويعجنوها بشويه ميه. تعالوا اقول لكم بقى ايه، لو انتوا حابين تعجنوها وتزودوا القيمه الغذائيه، ممكن تعجنوها بدل الميه تعملوها بلبن، بدل اللبن ممكن تعملوها برايب. ما عندكيش لبن لا حليب ولا رايب وعايزه تعملي تزودي القيمه الغذائيه، ممكن تحطي بيض، ممكن تحطي لبن بودره، زي ما انت عايزه. القيمه الغذائيه دي ليكي ولولادك. خلاص. طبعا بره هما مش هيعملوها بلبن وبيض والكلام ده، لا. وعايزه اقول لكم والله العظيم، وانا بشتغل بيها يا ولاد الريحه طلعت بسم الله ما شاء الله، كأن ايه عملتها وهي لسه ما اتعملتش. بسم الله ما شاء الله، العجينه ناعمه معايا. يلا خش على الفيديو على طول. استحلفكم بالله تحطوا لايكات كده اهو، واسيبها بقى لحد ما تخمر. وبعد ما تخمر ايه هنيجي نشوفها دلوقتي. بعد ما العجينه بقى بتاعتنا خمرت بسم الله ما شاء الله، ادي العجينه خمرانه اهيت. وعايزه اقول لكم ان هي كمان ممكن ترتفع لحد اخر الطبق، بس انا مستعجله عليها علشان نخلص على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريك، تعالى على جنبنا اهو. امسح بقى المكان بتاعي كده اهوت، لازم يكون الطبليه نضيفه علشان ايه اشتغل عليها كده اهو. تعالوا بقى بصوا، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه عامله ازاي؟ اللهم صل على النبي. من نجاح العجينه ان تكون العجينه معاكي ناعمه في المسامات بتاعتها وطريه ومظبوطه زي ما انتوا شايفين كده. بقسم العجينه على 2 واقوم فردها بقى زي ما انتوا شايفين كده. بالله عليكم تركزوا، لان انا بفرد العجينه بتاعتي بالشكل ده، ولما اجي اطبقها بكبس فيها زي ما انتوا شايفين كده. انا مش بلفها رول بس، انا بكبس كل تطبيقه رول، بكبس بلحمها في بعضها. ليه الطريقه دي؟ علشان لما اجي احط التوست في قلب القالب معايا يطلع ملحم معايا من جوه، وفي نفس الوقت المسامات ما تكونش واسعه، المسامات تكون ضيقه. الفتحه اللي تحت دي بتكون تحت، واحطها في قلب الايه القالب معايا. طيب احنا ما عندناش قالب، هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي. بصوا، واقوم لفها رول كده. المهم تكون ملحمه معايا من جوه زي بتاع بره بالظبط. عايزه اقول لكم ان احنا بنشتغل فيها كده والله العظيم، ونفس الريحه بالظبط يا بنات. بصوا انا بحطها كده بسويها علشان تطلع كلها سوا واحد وسمك واحد. بصوا سواها في قلب القالب. خلاص هسوي كده وابططها، ابطط على قد ما اقدر تاخد شكل نص القالب من تحت، علشان لما تيجي تخمر لسه هترتفع معايا، وهترتفع معايا قوي كمان. خلاص خدوا بالكم. تعالوا بقى هنا علشان لو انتوا ما عندكوش قالب هقول لكم تعملوا ايه. بصوا هنا العجينه، انا عايزاكم تاخدوا بالكم هنا. بصوا تحسوا ان هي خمرت حاجه بسيطه. هقول لكم هنعمل ايه. طيب ما عنديش قالب، عندي صينيه زي ديت. ممكن تقسموها كده من النص وتحطوا العجينه في جنبين 2 ياخد شكل القالب. طيب ده للناس اللي ما عندهاش قالب تقدر تعملها كده. طيب لا عندي قالب ولا عندي صينيه ولا عندي حاجه، وعندك قالب واحد برضو وحابه تعملي 2، تجيبي القالب مثلا لو انت عندك واحد تعملي زي ما انا عملت كده، وتجيبي الصينيه، او ما فيش صينيه تجيبي صينيه عادي خالص هتحط فيها القالب اللي احنا عملناه ده، وتعملي تجيبي ورق الفويل اللي هو الالومنيوم، تعملي شكل القالب، وبعد كده تحطه في قلب ورق من بتاع المدرسه يكون نظيف، وكمان عليها ورقه زبده علشان تبقى ايه نضيفه وحلوه. تعالى اقول لكم بس قبل ما نكمل معاكم كده، العجينه بلفها رول بالشكل ده وايه، وبمط فيها كده كاني بضرب علشان اعصبها. شفتوا لما بتضربوا طفل كده ايه اللي بيحصل؟ بيتعصب وبيعيط. اهي العجينه كذلك، احنا لازم نعملها كده الطريقه دي علشان تلحم كمان معايا من جوه. انا بعمل الطريقه دي ليه يا بنات؟ علشان تبقى ملحمه خالص والمسامات ناعمه مش واسعه زي اللي بتشتروه من بره خالص. تمام. طيب انا حطيت النص ده، انا حاطه واحد في القالب وواحد في قلب الصينيه. طب اعمل ايه؟ ما هو لما تيجي تخمر يا شيماء هتفرد في قلب الصينيه خالص لحد القالب كده، وهتبقى شكلها مش منتظم. اعمل ايه؟ هجيب ورقه زبده، انا بوريكم بس هنا الشكل الصينيه اهو، يا اما اجيب ورقه فويل، وبعد ما اجيب ورقه فويل اديها شكل ايه مستطيل بسوى القالب وسوى الصينيه، وبعد كده بلفها بورقه زبده. انتوا فاهميني؟ يا اما ورقه الزبده اللي احنا عاملينها دي، الورقه بتاعت الزبده نفسها بجيبها. بصوا بقى هنا انا العجينه
بعد ما عجنتها ما خدتش حته الزبده التانية، علشان انا قلت لكم اقتصاديه، فحبيت ان انا اوريكم علشان بس احنا ما خدناش الا حته صغيره، فما رضيتش احطها علشان ما فيش حد يقول لي ايه انت قلت اقتصاديه يا شيماء ورجعت حطيتي فيها زبده. انا ما حطيتش الا معلقه صغيره خالص، فما رضيتش احط الحته التانية علشان ما حدش يقول لي انت قلت اقتصاديه ورجعت حطيتي فيها زبده. تمام. بصوا بقى هنا بعد ما خمرت، كل ما هتخمر هتروح على القالب من هنا وهتوسع. طب اعمل ايه؟ عارفين ورق الفويل ده اهو، بعمله شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده الشكل ده. بجيب لي كام ورقه والفها مستطيل ويكون عريضه 4 سم او 3 سم، وبعد كده ورقه الزبده اللي هي بتاعت الزبده قالب الزبده نفسه، واقوم عاملاه بالشكل ده كده اهو، واخلي قلب الورقه بتاعت الزبده من بره، اخلي الظهر الف من الظهر خلاص، واقوم حطاها ما بين القالب وما بين العجينه. ده لو انت ما عندكيش قالب تاني، او لو انت مثلا حابه تعملي في صينيه زي ديت وما عندكيش القالب ده، تقدري تعمليها في الصينيه دي. بصوا، واضيق بقى كده المها كده علشان تديني شكل القالب بالظبط بتاعت التوست اهو. بصوا يا بنات، واكبس العجينه بكبسها تاني حتى لو خمرت ما تقلقوش، ما بتخمر برضو شويه برجع بططها تاني علشان تلحم برضو تاني من جوه. انا كل هدف يا بنات ان التوست المسامات بتاعته تطلع ناعمه خلاص. ودي بصوا بسم الله ما شاء الله خمرت برضو معايا اهي. بصوا بقى وركزوا كده معايا، انا حطيت برضو الورقه كده في النص علشان يدوني الشكل اهو. وبطط تاني بعد ما خمرت. بعد ما خمرت يا شيماء بتبططها تاني؟ ايوه، انا عايزاها تاخد شكل التوست يا بنات بالظبط زي بتاع بره. وبعد ما ببططها 5 دقايق هتخمر برضو تاني على طول. انا بغطاها كده 5 دقايق بالظبط وهتخمر على طول. انا عندي هنا كنا بنعمل ايه؟ الغدا. طبعا احنا مش هنعمل التوست بتاع العيال او شغل المدارس والاخر ايه ما نعملش الغدا. قلنا نعمل الغدا ونوريكم الغدا بتاعنا النهارده. بسم الله ما شاء الله، صينيه بطاطس بالفراخ، حاجه كده زي القمر. اللي عايز الطريقه يكتب لي تحت في التعليقات وانا هقول لكم عليها او هنزل لكم الفيديو. بجد تحفه يا بنات، وهتعتمدوا الطريقه دي على طول، سواء بتعملي صينيه كوسه، صينيه بطاطس بالفراخ او كوسه بالفراخ، تحفه. بصوا تاني بعد ما خمرت، لما قلت لكم بعد ما تبططوها وتسيبوها 5 دقايق هترجع تخمر تاني. انا عملت برضو التانية كذلك. تعالوا بقى نروح للفرن كده بعد ما خمرت. درجة حرارة الفرن زي ما انتم شايفين كده اللي هي ايه، هادية، بس يعني اقل من المتوسط يا بنات. انا بوريكم هنا بعلي اهو، دي هادي خالص اهو. وبعد ما هديت بعلي حاجة بسيطة واسيبه. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله. والنار برضو من القاع هادية جدا علشان هياخد وقت قد ايه يا شيماء في قلب الفرن؟ هيقعد معايا يا بنات نص ساعه او تلت ساعه، مش هيقعد اكتر من نص ساعه. انا هنا كنت طلعت صينيه البطاطس وبوريها لكم. بصوا، وببدا اقلب من وقت للتاني وبقفل عليها الفرن. ما ينفعش يا بنات اسيب الفرن مفتوح عليه، بقفل الفرن تاني علشان تستوي معايا وتبقى مظبوطه. بصوا، عايزه اقول لكم ان العجينه ديت او عيش التوست ده نفس عيش الفينو بس بتكنيك معين، نفس العجينه بتاعته بالظبط، مفيش فيها اختلاف يا بنات. وعايزه اقول لكم نفس التوست ونفس الريحه بتاعت العيش الفينو ونفس التوست اللي بنشتريه من بره والله العظيم، ونفس الريحه. بسم الله ما شاء الله. بصوا تعالى اوريكم برده التاني كده واخد نفس القالب بالظبط. بسم الله ما شاء الله. بالله عليكم اللي وصل معايا لحد كده ما ينساش يحط له لايك ويدعم الفيديو ويصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا اولاد، واخدين بالكم؟ بصوا القاع وبصوا الجنب. بسم الله ما شاء الله. انا حبيت اوريكم اللي هي في الصينيه الالومنيوم، وادي اللي في القالب معانا. هوريكم برده من جوه لما نيجي نفتحها عامله ازاي. خفيفه يا بنات. اعرفوا مادام طلعت معاكي كده وحسيت ان هي خفيفه، اعرفي ان انت ماشيه مظبوط والتوست طالع معاكي ناجح 100%. بسم الله ما شاء الله. طيب الناس اللي انا قلت لها لو ما عندهاش لا قالب ولا صينيه، ممكن تعمل قالب بالفويل وتحط في قلب ورق كراسه نضيف يكون ابيض وبعديه ورق زبده. ليه انا بقول ورق ابيض من بتاع الكراسه وبعد كده بتاع الكريس يعني، وبعد كده ورقه زبده علشان بس تبقى متحمله تديكي سمك الصاج او الصينيه. بصوا ده القالب اللي في قلب الصينيه الالومنيوم. بصوا بسم الله ما شاء الله، طريه وناعمه جدا وشايفين المسامات. وخدوا بالكم انا فتحتها كده وهي سخنه علشان اوريكم. انتوا تسيبوها لحد ما تبرد خالص وبعد كده تقطعوها. بصوا اهي مستويه وناجحه معايا 100% زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، واخدين نفس القالب ونفس اللون ونفس الشكل، وبسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ولا غلطه فيها يا بنات.
لازم تسيبوها لحد ما تبرد. عايزه اقول لكم ان انا والله قطعتها لكم وهي سخنه وطالعه بسم الله ما شاء الله، بس انتوا تعملوها وتسيبوها لحد ما تبرد خالص وبعد كده تقطعوه. وما تقطعوش، ما ينفعش، لازم يكون السكينه مشنشره معاكم. بصوا شايفين المسامات اهي مستويه معايا من جوه وطريه جدا. وتقطعي بقى السمك اللي انتوا عايزينه. السمك بتاع التوست بيبقى رفيع جدا، رفيع عن ده كمان، بس انا عشان قطعته هو ايه سخن. انتوا بقى لما يبرد هتعرفوا تقطعوه وهي بارده، وفي نفس الوقت تقطعوا السمك اللي انتوا عايزينه، ويكون بالسكينه اللي هي الاسباتيول ديت، يكون مشنشره معاكم يا بنات، علشان لو بالسكينه العاديه مش هتعرفوا تقطعوها خالص وهتفرول منكم. وكمان ما تقطعوهاش غير بعد لما تبرد علشان برضو ما تفرولش. خلاص بصوا بصوا الحته اللي انا قطعتها لكم من الجنب بتاع القالب التاني اللي هو في الصينيه الالومنيوم اللي كان جنب القالب، وقطعت لكم الجنب كده علشان اوريكم. ده كانت هي ايه بارزه كده من جنب الصينيه، فحبيت ان انا اقطعها كده ايه واسويها علشان تبقى ما اجي اقطعها تديني الشكل إيه بتاع التوست بالظبط. بصوا شايفين المسامات معايا ناعمه ازاي يا بنات، وطريه بقى بسم الله ما شاء الله، طريه جدا. بصوا بصوا عايزه اقول لكم كمان ان انتوا ممكن تعملوا التوست ده بعيش اللي هو السن او العيش اللي هو بتاع التخسيس، نفس القالب ونفس الطريقه زي ما بنعمل كده، حتى لو عيش التخسيس، علشان في ناس في بنات او اولاد في المدارس ما بياكلوش العيش الابيض او بالدقيق الابيض، بياكلوا بالدقيق الاسمر او عيش التخسيس، يعملوه نفس ما عملوا كده بالظبط علشان يعرفوا يعملوا سندوتشات اللي هي الجبن، يعملوا مربى زي ما هم عايزين. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي العسل يا ولاد، واقتصاديه جدا جدا جدا، واحلى من الفطير. علشان الولاد في المدارس طبعا ما ياكلوش فطير على طول لان بيبقى فيه دسم وحاجات من ديت، لا فالافضل كمان والاحسن بلاش العيش اللي هو الابيض او العيش الفينو او التوست الابيض. الاحسن والافضل ليهم اللي هو العيش الاسمر، تعملوه نفس ما عملنا كده. وبكده انتهى الفيديو النهارده، واشوفكم على خير في فيديو